تخيل إنك في سنة 1890 والناس لسه بتستخدم الأناديل والشموع، وفجأة يطلع راجل يمسك لمبة في إيده من غير أي أسلاك، واللمبة تنور بمجرد ما يلمسها. الناس وقتها اترعبت وافتكروه ساحر أو مخاوي جن، بس هو بابتسامة هادئة قال لهم ده مش سحر، ده علم المستقبل. أنا محمد، والنهاردة هحكي لكم قصة نيكولا تسلا، الراجل اللي اخترع القرن العشرين حرفيا، اللي قدر يستغل البرق وصنع لنا الراديو والمحركات الكهربائية. الشخص اللي كان عايز يدي الكهرباء مجاني لكل الناس، بس الطمع والجشع كان ليهم قصة تانية. جهزوا نفسكم لقصة أعظم عقل في تاريخ البشرية. نيكولا تسلا اتولد يوم 10 يوليو سنة 1856، وهو طفل كان بيشوف حاجات غريبة. كان بيجيله زي خيالات ضوئية كده بتغطي الرؤية بتاعته، وبيشوف صور الاختراعات في الهواء قدامه بكل تفاصيلها. كان بيقدر يجمع المحرك في خياله ويشغله، ويشوف التروس وهي بتتآكل ويصلحها كمان. كل ده وهو لسه ما رسمش خط واحد على الورق. عقله ما كانش مجرد عقل بشري، كان كمبيوتر فائق السرعة قبل اختراع الكمبيوتر ب100 سنة. لما وصل تسلا أمريكا سنة 1884 ما كانش معاه غير 4 سنت في جيبه، وقصيدة كان كاتبها لنفسه، ورسالة توصية لتوماس أديسون. الرسالة كان مكتوب فيها جملة واحدة: أنا أعرف شخصين عظام في الدنيا دي، أنت واحد منهم يا أديسون، والتاني هو الشاب اللي واقف قدامك. وقتها اشتغل تسلا مع أديسون ليل نهار. أديسون كان بيعتمد على كهرباء اللي مداها قصير جدا ومحتاجة محطات كل كام متر عشان تشتغل. وقتها أديسون قال له لو طورتلي كفاءة المولدات بتاعتي هديك 50,000 دولار، وده ما كانش مبلغ طبيعي وقتها. تسلا وقتها كان شغال صبح وليل وخلص المهمة بإعجاز، ولما راح عشان يطلب فلوسه أديسون ضحك عليه بتريقة وقال له يا تسلا انت لسه ما فهمتش الهزار الأمريكي. تسلا ساب الشغل في ساعتها، والكرامة كانت أهم عنده من الجوع، لدرجة إن هو اشتغل حفار خنادق في الشوارع عشان يجيب لقمته، وهو اللي في دماغه إزاي ينور العالم. وقتها اخترع الرادار والمحرك الحسي والنيون والراديو اللي اتنسب بعد كده لماركوني بالظلم. والجدير بالذكر إن تسلا عرض فكرة الرادار على البحرية الأمريكية في الحرب العالمية الأولى، بس أديسون اللي كان مستشار وقتها رفضها وقال إنها مستحيلة، وبعدين استخدموها في الحرب العالمية التانية وأنقذت الملايين. بعد كده لقى ممول اسمه جورج، وده اللي آمن بفكرته عن التيار المتردد، ومن هنا بدأت أصعب حرب علمية في التاريخ. وقتها أديسون خاف على السبوبة بتاعته لأن مشروع تسلا أرخص، وفي الحالة دي أديسون هيفلس نهائي. فبدأ إن هو يعمل حملة تخويف للناس. كان بيجيب قطط وكلاب ويصعقهم بالكهرباء بتاعت تسلا قدام الجمهور، ويقول لهم شوفوا كهرباء تسلا بتقتل ازاي، لدرجة إنه صعق فيل ضخم في السيرك عشان يرعب الناس. ولكن رد تسلا كان سينمائي جدا. وقف في المعرض العالمي في شيكاغو وعدى طيار بمليون فولت من جسمه، لحد ما البرق طلع من صوابعه ونور اللمبة وهي في ايده، وطلع من العملية دي سليم تماما. العالم كله انبهر وقتها، ومن اللحظة دي عرفوا ان تسلا هو المستقبل. وقتها فعلا تسلا كسب الحرب اللي كانت حاصلة بينهم ونور شلالات نياجرا، وبقت الكهرباء اللي في بيتك دلوقتي هي كهرباء تسلا. عايز أقول لكم إن أخطر مشروع في حياة تسلا كان برج ووردن كلايف. تسلا ما كانش عايز يبني محطة راديو، كان عايز يبني شبكة معلومات وطاقة عالمية. تسلا وقتها قال للممولين أنا هخلي العالم كله يقدر يبعت رسايل وصور وأغاني، وهنقل الطاقة لاسلكيا لأي مكان في الكوكب. وده كان حرفيا وصف للإنترنت والواي فاي قبل ما يظهروا ب100 سنة. بس وقتها الممول جي بي مورجان سأله سؤال بسيط، قال له إحنا دلوقتي هنحط العدادات فين عشان نحاسب الناس؟ وقتها رد عليه تسلا بمنتهى البراءة، قال له دي طاقة مجانية للكل. هنا الممول قطع التمويل في ساعتها وقال اللي ما بيجيبش فلوس ملوش لازمة، وهدوا البرج وحطموا حلم تسلا في إنقاذ البشرية من فواتير الكهرباء، لأن البيزنس دايما بيخاف من المجاني. وفي سنة 1898 سكان مدينة نيويورك حسوا بهزة أرضية عنيفة، المباني بتتهز والناس جريت في الشوارع مرعوبة. البوليس اقتحم معمل نيكولا تسلا ولقوه ماسك شاكوش وبيكسر في جهاز صغير قد حجم كف الإيد.
تسلا بصلهم وقال لهم ببرود: لو كنت سبت الجهاز ده شغال كمان 10 دقايق كنت هديت منهاتن كلها على دماغكم. وده يعتبر كان من أكتر اختراعات تسلا جدلا، هو المذبذب الميكانيكي. تسلا كان بيدرس الرنين واكتشف إن كل مادة ليها تردد معين، لو قدرت تلمسه هتهزها من جذورها. ولما شغل الجهاز في معمله بدأت الحيطان تتشقق والمواسير تتكسر، ومن يومها والجهاز ده اختفى. في نظريات بتقول إن مشروع هارب الأمريكي الشهير دلوقتي مبني على أفكار تسلا دي للتحكم في المناخ أو إحداث زلازل في مناطق معينة. هل فعلا تسلا كان يقدر يهد مدينة بجهاز صغير؟ العلم بيقول نظريا أيوة. وفي سنة 1899 وهو في معمله لقط إشارات لاسلكية غريبة جدا ومنتظمة: 1 2 3. وقتها تسلا كتب في مذكراته: أنا واثق إن دي رسايل من حضارة تانية. العالم وقتها اتهموه بالجنون وقالوا إن هو بيخرف، لكن المفاجأة إن بعد وفاته بسنين العلماء اكتشفوا إن تسلا كان أول إنسان يلقط موجات الراديو الكونية اللي بتطلع من النجوم والنبضات الفضائية. نيكولا تسلا ما كانش مجنون، هو كان عنده ودن بتسمع الكون في وقت الكل كان فيه أصم. كمان كان عنده هوس بالأرقام، خصوصا رقم 3 و6 و9. ما كانش يدخل مبنى إلا لما يلف حواليه 3 مرات، وما كانش يسكن في أوضة فندق إلا لو الرقم بتاعها يقبل الاسم على 3. كان بيقول: لو فهمت عظمة الأرقام دي يبقى معاك مفتاح الكون. في نظريات علمية دلوقتي بتقول إن الأرقام دي هي شفرة طاقية في الكون، وتسلا كان بيحاول يفك باسورد الطبيعة دي عشان يوصل لطاقة لا نهائية، بس السر ده مات معاه. وفي آخر أيامه تسلا أعلن إنه اخترع سلاح اسمه أشعة الموت، يقدر إن هو يبخر جيوش كاملة من على بعد أميال. بمجرد وفاته سنة 1943 في أوضة الفندق اللي كان قاعد فيه، مكتب التحقيقات الفيدرالي ال FBI اقتحم المكان وصادر كل الصناديق والمخططات والرسومات بتاعته. طب ليه عملوا كده؟ وليه لحد النهاردة في ملفات لتسلا مكتوب عليها سري للغاية؟ هل العالم كان خايف من عقله لدرجة إنهم خبوا اختراعاته عشان البشرية ما تموتش بعضها؟ تسلا مات وهو مديون، بس العالم مديون له بكل لمبة منورة وبكل موبايل في ايدينا. هو اللي فكر في اللاسلكي والرادار والراديو والإنترنت. تسلا قال: خليهم يسرقوا أفكاري، أنا زعلان عليهم لأنهم ما عندهمش أفكار خاصة بيهم. ودي كانت حكاية العبقري المظلوم. تفتكر لو أبحاث تسلا عن الطاقة المجانية ظهرت للنور، العالم كان هيبقى جنة ولا كان هيدمر نفسه بأشعة الموت؟